السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة راجعه لكم بقى بفيديو جديد. هو جاي متأخر شوية بس مش مشكلة، يعني احنا بناكل فسيخ في اي وقت، ملوش وقت محدد يعني. هقولك على كل تفاصيله، كل اسراره، وازاي يطلع معاكي ناجح من اول مرة. ولو عايزة تعملي منه مشروع هتكسبي منه بعد 10 ايام بالظبط، وتحدي. والمهلة اللي انا بقولك عليها دي تمام قوي 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 ليه. وديكي شايفة الشكل، لا مفتل ولا لونه مسمر ولا اي حاجة. تمام. قبل بقى نبدأ الفيديو ما تنسيش بقى تشتركي في القناة وتنوريني فيها وتعملي لي لايك. اول حاجة عندي كيلو سمك، 3 سمكات. بس هو صغير شوية، لو اكبر هيكون احسن بكتير. غسلته تحت المية كويس جدا، وغسلته من عند الخياشيم، خليت الراس تحت والديل فوق. وغسلت الخياشيم جدا ونزلت فيها اي تراب او اي طينة او اي دم اي حاجة. وسبتها تتصفى حوالي 10 ساعات، يعني انت لو جبتيه الصبح بدري سيبيه لحد بالليل. ماشي، كل لما الوقت يطول في التصفية كل لما هيديكي نتيجة احسن بكتير قوي قوي قوي. طبعا انا سبته يتصفى وقت طويل. واول حاجة هعملها بعد ما تصفى ان انا اعيد تنشيفه من اول وجديد بالمناديل. ودي خطوة مهمة جدا، لان اي دم فيه هيعمل لي بكتيريا وريحة مش كويسة ونتيجة برضو مش كويسة. لازم انشفه كويس جدا. نيجي بقى ولازم يكون طازة، لازم يكون طازة. تمام. نيجي بقى لخطوة التخليل. بعد ما نشفناه كويس ومبقاش فيه نقطة دم ولا مية ولا اي حاجة خالص، عندي 3 معالق كبار من الملح. كل سمكة بتاخد معلقة كبيرة من الملح، ونص معلقة كركم ومعلقة شطة. نيجي بقى للشطة، انا مبطئة الحتة دي عشان اكلمك فيها. لو انتي مش واثقة من مصدر الشطة اللي عندك بلاش تحطيها اصلا، لان الشطة ديت يعني ممكن تبوظ الفسيخ في ثانية. ليه؟ لان بيبقى فيها حاجات احنا مش شايفينها. ممكن تبوظه بعد كده وتلاقي يعني الفسيخ سوري يعني دوت. ده بيبقى من الشطة. فانت حتى لو انت مش واثقه بيها ما توقفيش وصفتك، لا خلاص نركنها خالص، مش هيحصل اي حاجه. كده كده محلات الفسيخ كلهم بيعملوا بملح بس. الكركم فايدته ايه؟ الكركم فايدته انه بيقتل البكتيريا. تمام، ومفيد طبعا. هنا بقى مليت الخياشيم ملح وفضلت ازق بايدي جامد 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 علشان خاطر يتملح كويس. هو مش كتر الملح بيحدقه، اللي بيحدقه ان يقعد اكتر من المدة اللي المفروض يقعدها. تمام. هنا بقى ملحته كويس جدا، وحطيت في ارضية الكيس شوية ملح. لازم الملح بتاعه يكون كتير. طب لو الملح جه قليل مني هيبقى مر، هو مش هيبوظ بس هيبقى مر. تمام. الملح بقى لازم يكون خشن. الملح الخشن هيطلع لك النتيجة الزبدة اللي انت شايفاها. هيطلع لك اللحمة بتاعته زبدة مش مفتلة. اما الملح الناعم اللي هو في الاكياس دوت هيطلعوا حادق. وكمان هيخلي اللحمة بتاعته مفتلة، عاملة زي الفتل كده، ومش هيديكي نتيجة حلوة خالص. بعد ما حطينا الملح وتمام، نيجي بقى للمرحلة المهمة. نقفله كويس جدا ونخرج منه اي هوا، اي هوا. شايفين انا بقفله ازاي؟ حطيته في اكياس وخرجت منها الهواء. وبعد كده عندي استريتش راب، لو انت ما عندكيش مش مشكله حطيه في اكياس، بس مع كل كيس آه عيني الهواء. طيب لو عندك مثلا السلوتيب العريض ده يبقى تمام قوي، تمشي عليه كده مره بس في الاخر عشان تمنعي. احنا مش بنخرج منه الهواء كمان، احنا كمان مش عايزين يدخل له هواء علشان يحصل له عمليه تخمر. مش تعفن، لا تخمر. التعفن دوت اللي بيسيبوه بقى في الهواء، والحاجه اللي بتعفن اللي بتبقى في الهواء دي. انما دوت بيحصل له تخمر مش تعفن. مدة الفسيخ اللي هتطلع فيها دي 10 ايام بالظبط. في الصيف 10 ايام، في الشتاء 15-20 يوم على حسب حجم السمك. لو انت جايبه الحجم اللي انا جايبه ده 15 يوم هيبقى حلو قوي. تمام.
حجمه كبير. انا بقى يعني بالمناسبة في سمك اللي هو الفسيخ الاسواني دوت الكبير اللي بيبقى الواحدة كيلو و2 كيلو و3 كيلو، ده هجيبه لكم واعمله لكم. تحفة جدا، انا جربته بس انا مرضتش اصوره إلا لما اشوف النتيجة الاول. هجيبه واعمله معاكم. هنا بعد 10 ايام بالظبط فتحت عليه، حتى ده الاسترتش اللي انا لسه لفاه من شويه، لا تقولوا ان انا جايباه مثلا من بره. شايفين شكله طري؟ هو اللون الغامق ده الكركم ها. واهم حاجه صحيح نسيت اقولها لكم، ورق اللوري هنحط معاها ورقتين 3 لوري. اللوري دوت بيمنع الزفاره جدا، بيمنع الريحه الوحشه خالص. هنا شايفين حتى طريه، ويعني حتى والله وانا بفتحه ما كانش طالع له الريحه الوحشه او الريحه اللي احنا بنشمها بره، لا حاجه نظيفه معموله في البيت. ليه بقول لكم الفسيخ ده يتعمل في البيت؟ عشان انت حتى وانت بتنشريه عشان ينشف او بتقلبيه على راسه عشان ينشف، بتبقي ضامنه نظافه المكان، مفيش حاجه معديه، مفيش يعني زي اللي عند يعني عند الراجل كده، ما بتبقيش ضامنه ايه اللي مشي عليه ولا ايه اللي طار ولا ايه، يعني خلاص انت ضامنه نظافه بيتك. فدي حاجه بتطلع نظيفه من ايدك. عشان كده بقول الفسيخ ناكله في البيت احسن، لان المراحل بتاعته بتبقى كتيرة، ان هو يتغسل كويس وانه يتنشف كويس والكلام ده كله. دي الحاجات اللي مثلا لو انت شم ريحة وحشة بره، لا ده بيكون في خطوة ما اتعملتش فيه. شايفين شكله؟ اهم حاجة اتكلمنا عن الملح الخشن، عن الورق اللوري، التفاصيل ان احنا ننشفه كويس. 10 ايام وتاكلي منه وتعملي منه احلى مشروع. لو انت كده معارفك وحبايبك كتير هتجيبي السمك تعمليه وتفسخيه كده. شايفين طري ازاي؟ الطراوة ديت بتطلع من الملح الخشن. لو حطيتي ملح ناعم مش هيبقى بالحلاوة دي ولا بالشكل الجميل ده. والكيلو ب10 جنيه ولا ب7 جنيه حاجة زي كده. شايفين شكله عامل ازاي؟ تعملي بقى منه مشروع لحبايبك ولجيرانك وتبيعيه كده ارخص من بره، تحطي حاجة بسيطة. بس خلي بالك لو عشان تحسبيها صح، كيلو السمك بيخس الربع بعد التخليل. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.